فرق بين محمد وأحمد؟ يعني ليه يسمى في التوراة محمد ويسمى في الإنجيل أحمد؟ أولا أن ده فيه مناسبة، أو الكلام ده لازم تاخد بالك منه، إن محمد الذي استحق محامد أهل السماء والأرض وصل إلى رتبة كل يحمده عليها. شفت عبد الله بن سلام أول ما شافه عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. هو العلماء على فكرة يستدلون في هذا على تقاسيم وجه رسول الله الدالة عليه الصلاة والسلام، إنه عليه الصلاة والسلام هو هيئته تدل على مخبره، ظاهره يدل على داخله عليه الصلاة والسلام. زي ما بيقول البارودي، بيقول ايه؟ والوجه وسمة مخلص ومنافق. الوجه ده هو اللي بيبين، ولو نشاء لأرينكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. الوجه سمة الوجه. فمحمد عليه الصلاة والسلام مستحقا لجميع المحامد يحمده أهل السماء وأهل الأرض. عشان كده جاء لأهل التوراة ذكره الله عز وجل في التوراة بإيه؟ بمحمد. ليه؟ عشان التوراة ناس عندهم علم، اليهود كانوا بيتعلموا العلم وكانوا يخالفون في العمل، كان بيتعلم وما بيعملش ويحرف الكلام ويفتي الناس على هواهم. ده اللي حصل مع اليهود.